حالكم مع الله. أول سؤال جاءني أحد الإخوة يقول: نرجو ردا على ما أثير لأن قلبي يحترق على الإسلام. معك حق، كل الحق، قلوبنا تحترق والله. إخوتي، هذا المقطع الذي ملأ الدنيا وأثار كلاما كثيرا، إذا عرفت ظروفه فينبغي أن يوضع في مكانه الصحيح. القصة أن قبل الانتخابات بيومين أو 3 أو 4 كل القنوات وكل الجرائد في الاستفتاء لا ومتحمسة لله. وعلى الجانب الآخر كنا نرى نعم لطلب الاستقرار في هذا البلد، وأن تنتقل البلاد من كلمة المؤقتة، الحكومة المؤقتة والوزارة المؤقتة والأوضاع المؤقتة، إلى نوع من أنواع الاستقرار، لننتقل بالبلد نقلة إلى الهدوء والمناخ المعاش لبسطاء المسلمين الغلابة المطحونين. كان ده الأول. الثاني، احنا عارفين كده كده الدستور يتغير، القضية مش قضية، لكن قولي لا إشارة إلى بقاء المادة الثانية من الدستور، وهذه قضية حياة أو موت بالنسبة لنا. الجو العام كان يحسس بالقلق، فلما جاءت الأخبار 78%، ولا بلاش 78 أحسن يقولوا برضو يمسكوها دي، 77.2%، 77.2%. ونحن في مجلس في المسجد، كانت الفرحة يعني لو أي بلد غربية، لو أي حد في الدنيا كان هو بيقول لا والتاني بيقول نعم، اللي بيقول نعم ده جاب 78%، لازم يفرح، لازم يفرح. عشان كده أنا مش عتابي على فلان ولا علان، عتابي على أولادي اللي ضاع عمري في تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم ونصحهم. اللي هو كاتب لي أنا قرأت واطلعت على معظم التعليقات، اللي هو كاتب لي في الاخر: انا اللي سمعت منك لماذا لا تصلي، وسمعت منك قصة تائب، وسمعت منك اخي العاصي. طيب، والاخر يقول لابد نضبط مشاعرنا وعواطفنا. انت بتقولني نضبط مشاعرنا؟ سبحان الله، شيء عجيب جدا. نضبط مشاعرنا ونضبط عواطفنا، حاضر، بس انا ما خرجتش في الشارع وعامل مظاهرة، ده احنا قاعدين في مسجد. هل نلام على التلقائية والعفوية وصدق المشاعر والأحاسيس؟ شيء عجيب. أما بقى اللي بيعتبوا فيه البلد بلدنا، كل الدنيا بتقول البلد بلدنا. وبعدين عموما بالنسبة لنا احنا عارفين كويس ان البلد مش بلد، عارفينها دي كويس جدا. فكان ارجع تاني وشوف الفيديو بعد ما تسمع كلامي ده، او وانت بتسمع كلامي ده حطه جنبيه كده بطريقة اخرى، ما انت فنان وقاعد ليل ونهار على النت، فحطها جنبيها كده وشوفني بقول الكلام ده ازاي. الكلام كان بضحك، كان بهزار، كان بعفوية، ببساطة، ما هياش صورة الحرب اللي الناس صورتها. كان ضحك جدا، واللي مش عاجبه ضحك، كانت بضحك، كانت مجرد مزحة، بأمزح ليس أكثر. وإلا ده احنا بنقول قبلها وطول عمرنا بنقولها: البلد مش البلد، الدعوة، الساحة تسعنا وتسعغرنا. عمرنا ما منعنا حد ولا حجرنا على حد. وأنا شخصيا بفضل الله عز وجل عمري ما اتكلمت على حد، ولا أشرت إلى حد، ولا أسأت إلى حد، ولا رديت على حد. كل اللي أساءوا إلي وكل اللي غلطوا فيا ربنا يشرح صدري عشان ابقى سامحهم ان شاء الله. لكن الان القضية في مش بالعكس، ده احنا بنقول بس اشد شيء بقى، جرحني وذبحني، وكلام برضو مش يعني ايه، المفروض ما يجرحش ولا يذبح. اللي يقول عملاء امن الدولة، احنا عملاء امن الدولة اللي اتقفلت مساجدنا واتاخدت واتحولت اوقاف، اللي اتمنعنا من الخطب والدروس 12 سنة 15 سنة ممنوعين ان احنا نخطب ولا ندي درس. اللي احنا
اللي اتقفلت قنواتنا واتمنعنا من الكلام احنا عملاء من الدولة؟ طب اذا كان اللي بيقول كده قصده ان احنا افتينا بحرمة الاغتيالات، ان احنا افتينا بحرمة التفجيرات والاذى، انا بقول للصحفيين وللمذيعين واصحاب الفكر انهم لما كانوا بيشتمونا ويؤذونا ويسبونا ويشتموا الاسلام واحنا نصدر فتاوى نقول يا جماعة دمهم حرام، مسلمون لا يجوز ايذائهم ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز، هو ده بقى اللي انت بتسميه عمالة؟ انت بتسميه عمالة ان احنا اللي وقفنا مع النصارى في مواقف في اخطر واحرج الظروف اللي الاخوة وكان الشباب كله مشعلل، واحنا وقفتنا احنا اللي قلنا لهؤلاء النصارى حقوق ويعيشون بيننا في امان، هم عايشين بيننا في امان بفتاوانا دي، هو دي اللي انت بتسميها عمالة؟ ان احنا بنفتي بحق ومنهج، لكن هذا الكلام قد يوافق هوى امن الدولة او يوافق النظام. احنا بتوع النظام احنا بقالنا 33 سنة في الدعوة، النهاردة محمد حسين يعقوب ما هو صغير، بقالنا 33 سنة النهاردة في الدعوة، فضل الله عز وجل كلمتنا واحدة، عمرنا ما نافقنا حد ولا عمرنا يمسكوا علينا كلمة. عندك 30,000 مادة على النت، 30,000 مادة، قلبهم افرزهم افرمهم من اولهم لاخرهم، طلع لي كلمة ان احنا مدحنا ظالم ولا ان احنا نافقنا اي حد في الدنيا. فضل الله عز وجل كلمة الحق والحق وحده، وسنظل أعزة بالحق وبالحق وحده، وستظل رؤوسنا في السماء بالحق، لأن لنا منهج لا نتلون عليه ولا نغير ولا نبدل ولا نجامل ولا ننافق، بل نقول الحق والحق وحده. حمل كلامي عن محمل سيء قد يسوغ هذا للمتربصين، بعض الناس هو مستني منك كلمة عشان شوف هيعملوا، شوف انا مش قصدي البلد بلدنا، كانت كلمة نكتة يا عم عديها، نكتة، البلد بلدنا، وانا بقول لك اهو البلد لا بلدنا ولا حاجة، البلد بلدكم، نحن نريد الآخرة، نحن نريد الله، نحن نريد الجنة. بلد ايه يا جماعة؟ بلد ايه؟ نحن في واد وانتم في واد. اللي حصل كان بس مجرد هول المفاجأة، الانفعال في الفرحة بس، ليس اكثر. وزي ما كده لما قلنا الناس اختاروا الدين، واللي مش عاجبه ما قلتش يمشي، ما قلتش يرحل بابتسامة عريضة. هو ده شوفها تاني تلاقيني ما كنتش لا بحارب ولا بخانق ولا بطرد وإنما ده بمنتهى الحنية، بضحك معاه وبهزر وبقول له يا عم، وهو اللي انا بقول له ده نفسه منى عينه في تأشيرة من دول اصلا. فالشاهد ايه؟ مش موضوعنا ده، لكن موضوعنا موضوع ايه؟ فضل حتة ثالثة ولا حتة اخيرة اللي هي كانت بتاعت ايه مش فاكر، الناس اللي زعلانين على ان اللي قالوا لا، انا قلت كده، اللي قالوا لا احنا مش زعلانين منهم، وقلت للاخوه في المسجد كده، اللي قالوا لا تعاتبوهم، الكلام موجود، راجع تاني تلاقيها، احنا مش زعلانين منهم. انا عايز افشي سرا ان في بعض من القريبين مني جدا يمكن بحبهم كمان قالوا لا، والتقينا بعد ما راح ورجع، قلت ايه؟ قال لي لا. طيب بس كده وخلصت، ما تقول يا عم لا. هو احنا بنقول ان كل ال 77 اللي قالوا نعم دول هم ولادنا فقط؟ لا، في ناس كتير قالت نعم، قد يكون ليس لهم بنا ادنى علاقة، وانما قالوا نعم لرأيهم، هو ده رأيه نعم. والناس اللي قالوا لا في اخوة محترمين جدا نحترمهم ونحترم رأيهم، قالوا لا ولم يحجر عليهم احد. عشان كده احنا بنقول يا جماعة اللي بيقولوا لنا انتوا حولتوها دين، احنا اللي حولناها دين؟ هو ده بقى الكلام، احنا اللي حولناها دين؟ طب ما تشوفوا قدامكم 20-30 مقطع على النت عندكم روابطهم، مين اللي قال حولوها دين؟ مين اللي قال دين قبل الانتخابات؟
مين اللي قال؟ مش احنا اطلاقا، ولا انا. يوميها انا ما خرجتش من باب بيتي، وانتوا عارفين كويس ان احنا لو خرجنا من بيوتنا، المشايخ والدعاة لو خرجوا ومشوا في الشارع كان هيحصل ايه؟ كانت الناس هتلتف ازاي وتعمل ايه؟ لكن احنا تركنا الامر تماما. اللي عايز يقول نعم يقول نعم، اللي عايز يقول لا يقول لا، هو حر. لم نضغط على حد ولم نلزم احدا ولم نعتب على من قال لا، ولم نقل لمن قال لا آتب. قد يكون بعض ناس قال كده مش من الدعوة السلفية اللي قال كده، مش احنا خالص نهائي، بالعكس، بالعكس خالص. نحن صدورنا تتسع للجميع. وزي ما قلت كده قبل كده ان هؤلاء الصحفيين وغيرهم من الذين يقولون حرية الفكر، فتاوانا نحن هي التي تحميهم وتمنعهم ونحافظ عليهم، وسنظل كذلك، لأن ده ديننا ودي أخلاقنا ودي مبادئنا ودي أصولنا. وكذلك نفس الشيء بقول في النصارى، لهم حق بنديهم حقهم تماما بدون أدنى تردد، وما بنقولش إن ده مجاملة، لا، ده ديننا، ديننا ومنهجنا وعقيدتنا هي اللي بتقول لنا كده، أننا نعطيهم حقوقهم ونحافظ عليهم مستأمنين معاهدين، لهم في ذمتنا حقوق نحن نراعيها ونحافظ عليها. الكلام ده مش بقوله مجاملة، ولا أنا خايف من حد، ولا أنا بقول الكلام ده رجوعا عن اللي أنا قلته أنا عليه، لكن أنا بقول إنك قلته على سبيل الضحك، على سبيل المزاح. قلت الكلام ده كان في وضع نشوة. انتصار ايه اللي انتصرناه واحنا لسه شفنا انتصار؟ ده مجرد استفتاء ظهرت نتيجته كده، هو ده الموضوع وما فيه. فلذلك يا اخوة اللي حملوا الموضوع اكثر مما يحتمل انصحهم، واخواني وابنائي واولادي اللي لسه، طب انتوا هتفضلوا لحد امتى كده مرعوبين وخايفين ومترددين وعاملين حساب الصغير والكبير والدنيا واللي راح واللي جه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ انا ما قلتش حاجه، وزي ما قلت انا قريت معظم التعليقات واطلعت على معظم المقالات والاراء، لكن هي نفسنا ان مصر تعيش في امان. كلامنا اللي احنا قلناه لا يخوف حد ولا يضر حد ولا يؤذي حد اطلاقا، والكلام نجيبه ونقعد ونفنطه مستعد، مفيش مشكلة خالص. لكن اللي هو بقى مرعوب وخايف او المتربص اللي بيلقط اخطاء او يحمل الكلام اكثر من معناه، ده موضوع مختلف. في النهاية اسأل الله عز وجل ان ينشر على مصر وعلى كل بلاد المسلمين الأمان والسلامة والإسلام والعافية. أسأل الله جل جلاله أن يعافي المسلمين من كل بلاء، وأن ينجيهم من كل فتنة، وأن يكفينا شر الأشرار، وأن يرد عنا